اهلا وسهلا، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. وصفه ديال اليوم بسيطلات صغار بعجينه المسمن، تحلفوا عليهم راهم بورقه البسطيله كيجيو مورقين مقرمشين اكثر من رائعين صراحه، كيستحقوا التجربه. ما عليكم غير تتبعوا المكونات وطريقه ديال التحضير. اول حاجه درت مقيله فوق النار، درت واحد شويه ديال زيت نباتي وواحد شويه ديال زيت الزيتون. ممكن تكتفيو غير بالزيت النباتي. غادي نخليه غير واحد شويه يسخن وغادي نضيف له بصله كبيره مشلضه. صافي غنديها ونجيبها غير واحد شويه باش نضيف لها المكونات المتبقيه. هاد الماء هذا درتو يسخن باش نرطب فيه الشعريه الصينيه. صافي من بعد ما شحرتها غير واحد شويه ماشي بزاف، غنضيف لها فلفله خضراء، ممكن تضيفوا فلفله الوان، انا ما لقيتهاش، لقيت غير الخضراء. صافي غادي نديها ونجيبها غير واحد شويه، غنضيف لها لا داند، ممكن تضيفوا حتى زدر ديال الدجاج ولا الكفته. المهم الحشوه جربوها بهذه الطريقه هذه راها كتجي لذيذه. صافي من بعد ما ضفت الدجاج غادي نضيف مليحه، المهم العطريه اللي كتعجبكم ديروها. مهم انا درتها بهاد العطريه هذه، جات الحشوه لذيذه. درت نص معلقه ديال الخرقوم، ما تكتروش بزاف، معلقه صغيره ديال السكنجبير، ونص معلقه ديال البزار، ومعلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الثوم بودر. الا ما كانش متوفر ديروا فصوص ديال الثوم، واحد جوج ولا ثلاثه في الاول مع البصله. هنا معلقه صغيره ديال البصل بودر تا هو الا ما كانش متوفر بلاش. صافي غادي نحركهم مزيان. ممكن تضيفوا حتى معلقه صغيره ديال الهريسه، الناس اللي كتفضل الحار كيجيو زوينين هكذا حارين، حيت غندير فيهم حتى حامض مصير، والحامض مصير كيتماشى مع الحار كيجيو رائعين. هنا بعد ما شحرتهم واحد شويه ضفت تقريبا واحد 3 المعالق ديال المعدنوس وربع حامضه مصيره مقطعه صغير. الحامضه قطعت القشره واللب كلشي. هاد الحامضه كتزيدوا واحد الاضافه، وكيف قلت لكم حتى الا زدتوا الحار كتجي رائعه. هنا رطبت الشعريه الصينيه غير واحد شويه، غير تفك صافي صفيوها، ما تخليوهاش ترطب اكثر من الجهد حيت مازال غادي تدخل الفران. من بعد ما رطبت صفيتها، غادي نقطعها بهذا الشكل هذا بالمقص، وغادي نضيفها للحشوه. هنا الحشوه تقريبا راها طابت. غنضيف هاد الشعريه الصينيه وغادي نحركها مزيان حتى غادي تنسجم مع العناصر، ونخليها واحد شويه فوق البوطه غير تنشف. صافي ونطفي على الحشوه، صافي كتكون واجده ونخليها تبرد. هنا ضفت لها واحد شويه ديال صوص صوجا اختياري كذلك. المهم الحشوه بهاد المكونات هذه راها كتجي لذيذه. صافي بعد ما طابت الحشوه غندوز دابا باش غادي نعجن. عندي نص كيلو ديال دقيق الفورص، ما يعادل 4 الكيسان عامرين مزيان بالطحين، كاس العنبه. غنضيف له معلقه ممسوحه ديال الملحه صغيره، ومعلقه صغيره ديال لاموطارد. ممكن ما تضيفوش لاموطارد، هي غير كتضيف واحد اللذه للعجين. غادي نعجن بالماء عادي ديال الروبيني، ما غاديش نعجنها حتى غادي تدلك، غادي غير نجمعها فقط حيت غادي نخليها مازال ترتاح. من بعد ما تعجنات جات على هذا الشكل هذا، غادي ندهن الوجه ديالها غير بواحد شويه ديال الزيت ماشي بزاف، وغادي نديرها في بلاستيك غذائي وغادي نخليها ترتاح قد ما جلسات مزيان. داكشي باش في الاول ما تديروهاش مطلوقه، تكون شاده في راسها باش منين ترتاح يلا كتجي هي هذيك. الحشوه بعد ما بردات ضفت لها زيتون مقطع، زيتون خضر بالعظم، وضفت ليها فرماج محكوك، ممكن اي نوعيه الفرماج كتعجبكم ضيفوها. هنا بعد ما العجينه ارتاحت هانتوما حصلت على هذا الشكل هذا، كتجي مطاطيه. غادي نقسمها لثلاثه ديال الكويرات، غنقسمها لثلاثه ديال الكويرات متساويين، وغنخليهم يرتاحوا تقريبا
غير واحد 5 دقائق. بالنسبه للزبده استعملوا اي نوعيه كتفضلوا. انا هنا استعملت ديال العلبه، كتذوبوها وكتخليوها على جنب هي باش غادي تورقوا. هنا راني خدمت جوج، بقات وحده غادي نشاركها معكم. غادي تورقوها في الاول غير بالزيت حتى غتورق تولي رقيقه مزيان مزيان، ودهنوا السطح ديالها هكذا بالزبده، حيت انا ما تشدش ليا في التصوير على حساب المونتاج، تقطع ليا في المونتاج. المهم غادي تطويوها هكذا، غتورقوها حتى تجي رقيقه ودهنوا بالزبده وطويوها هكذا على شكل مسمنه، وتعاودوا طويو بالزبده وتعاودوا دهنوا بالزبده عفوا راني صايمه. صافي وهكذا وتجمعوها على شكل مسمنه. المهم كتورق بالزبده، حيت الزبده هي اللي كتخلي لنا ديك العجينه مقرمشه ومورقه. صافي غنحطها وغنجيب ديك الاولى اللي خدمت، غادي نقرصها مزيان حتى غادي ترقاق. هاد البسيطلات كيجيو رائعين. انا عرفتي كيجيو مقرمشين راه تقولي خادمينهم بورقه البسطيله، ولكن الا تبعتوا هاد الشيء هذا اللي تنقول لكم باش ما تجيكمش غليظه. انا بعد ما رققتها غادي نقطعها بالقطعات البيتزا. هنا كل مسمنه غتخرج ليا 6 بسيطلات ولا اكثر، ممكن اكثر تخرج لكم حتى 9 البسيطلات. هنا خديت واحد الاطار دهنتو بزيت، من الاحسن فرشوا فيه بلاستيكه باش هكذا ملي تبغوا تحيدوا منه البسيطله كتجي سهله. هنا كنفرش داك المربع بعد ما بسطو واحد شويه، راه الفيديو شارح راسو. غادي ندير الحشوه، خلاص انا راه بديت، بغيت غير نشارك معكم واحد 2 ولا 3. صافي غنقادها مزيان وغادي نرد عليها دوك الجوانب. غير هو ما تعاودوش ما تضبلوش العجينه، هانتوما كتشوفوا بحال دابا هكذا تنبقى نرد الجوانب، والبلاصه اللي بانت ليا غتضبل فيها العجينه كنحيد ديك العجينه باش هكذا ما تجينيش البسيطله غليظه. صافي كنرد عاوتاني هذه كنحيدها، ما كاينلاش ندير عجينه فوق عجينه. يلا فين تدرق ليا الحشوه فقط. صافي كنحاول نبسطها هكذا ونحيدها من الاطار ونحطها في صفيحه نفرش فيها ورق الطبخ. شتي هنايا فرشوا فيه بلاستيك دغيا كيتحيد. صافي غنعاود معكم وحده اخرى. كيف قلت لكم في هذه الاثناء الفران كيسخن، خص الفران يكون سخون مزيان مزيان، ومنين ندخلوهم يطيبوا على نار مهيله هكذا باش يتقرمشوا. حيت الفران الا كان سخون ومن بعد كتكون نار مهيله كتخليهم انهم يتورقوا ويتقرمشوا. البنات اللي مازال ما شاركوش في قناتي فضلا وليس امرا شاركوا في القناه وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش بلي لايك ولي كومونتير وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب الى عجبكم. هنا كي لاحظتوا راني كنحيد داك العجين الزائد، كنخلي الله في اللي يدرق ليا الحشوه فقط. صافي غنستمر هكذا حتى غادي نساليهم كلهم. راه الفيديو شارح راسو طريقة مبسطة. هنا بعد ما ساليتهم غادي نتكهم هكذا نتقبهم صافي وغادي ندخلهم للفران. غير هو منين ندخلوهم الفران صافي ويبانوا لكم تحمروا من التحت غتشعلوا عليهم الفوق، شدوا شويه ديال الزبده خلطوها مع شويه ديال التحميره ودهنوهم وشعلوا عليهم الفران باش يتحمروا. هانتوما كي لاحظتوا هنا جاتني سخونه بزاف، راها كتقرمش. هانتوما بحال مخدومه بالورقه البسطيله، كيجيو صراحه الله رائعين. واخا توجدوهم قبل المغرب بشحال تيبقاو محافظين على القرمشه ديالهم. صراحه وصفات تستحق التجربه، كيجيو اكثر من رائعين. هانتوما كي لاحظتوا كلشي باين. راني حليت معكم وحيدات حتى من الداخل كتجي مورقه ما كتجيش معجنه نهائيا. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه. زينتهم بواحد شويه ديال الفرماج، شويه الحامض، ورقه ديال المعدنوس. زينوهم باش ما بغيتو ولا خليهم غير هكذاك. اهم شيء انهم كيجيو رائعين ومقرمشين. نتمنى وصفه اليوم تنال اعجابكم. بسلامه عليكم، فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.